واستقبل أول مولود وسماه باتيستوتا على اسم قدوته، ودي كانت بداية جديدة بدأها كافاني بتسجيل التعادل ضد المان سيتي في أول مواجهة في دوري أبطال أوروبا، ورجع على الدوري سجل هاتريك ضد الميلان. ولما جه وقت العودة ضد السيتي حضر كالعادة وسجل هدفين الفوز، وعمل موسم قوي وكان من هدافين الدوري. وفي الكاس وصل للنهائي ضد يوفنتوس وسجل هدف الفوز وكان هداف البطولة وسبب رجوع نابولي لمنصات التتويج من فترة كبيرة. وفي الموسم اللي بعده بدأ بمستوى أعلى، ومرة يرجع نابولي من الهزيمة، ومرة يسجل هاتريك أو ميجا هاتريك عادي، وقدام الكبار كمان ما كانش بيرحم. في الموسم ده فاز كافاني بلقب هداف الدوري برصيد 29 هدف، والأهم إنه فاز بحب الجمهور اللي أطلقوا عليه ملك نابولي وحطوه في مكانة أسطورتهم مارادونا. لكن مستوى نابولي المتواضع مش بيساعده على تحقيق أي إنجاز يذكر، ومع اهتمام ريال مدريد وتشيلسي والمان سيتي بضم كافاني لصفوفهم وتصريح رئيس نابولي بسعر كافاني بيلاقي نفسه هدف لأكبر أندية أوروبا، فبيقرر ينهي رحلته في إيطاليا بعد 3 سنين لعب فيهم 138 مباراة وسجل 104 هدف وصنع 14. وعكس التوقعات كافاني قبل عرض باريس سان جيرمان وراح فرنسا مقابل 64 مليون يورو عشان يكون سادس أغلى لاعب في التاريخ وقتها. وبرغم توتر علاقته وانفصاله عن زوجته بدأ كافاني الموسم بشكل مقبول وسجل في أكتر من مناسبة، وأنهى الموسم ب 25 هدف في 43 مشاركة. وقتها استقبل مولوده الثاني وده خلاه في حالة أفضل عشان يعمل موسم أقوى ويسجل 31 هدف. وفي الموسم الجديد بدأ يظهر بنفس تأثيره أيام نابولي وسجل هدف الفوز ضد ليون في نهائي السوبر الفرنسي، وبعدها في مواجهة مارسيليا في الكاس سجل هدف الفوز وكمل وتوج مجهوده ب3 ثلاثيات متتالية. وكل ده كان في وجود الوحش السويدي إبراهيموفيتش اللي قرر يمشي وقتها لإنجلترا ويسيب مركز المهاجم تحت مسؤولية كافاني. وفي سبتمبر 2016 كانت المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا ضد أرسنال، سجل كافاني أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد 44 ثانية بس، وفي الدوري سجل رباعية ضد كين وكمل بالتسجيل والمساهمة في كل ظهور، والفريق بقى يعتمد عليه اعتماد كلي وأثبت إنه من أفضل مهاجمين العالم، بالأخص بعد وصوله ل100 هدف في وقت قصير جدا، وبقى تالت لاعب يسجل الرقم ده في دوريين مختلفين بعد إبرا وهيجوايين.